أنا قاعد في البيت وهقعد في البيت سلطان زماني. بعد 28 سنة أهم وأسعد خبر في تاريخ الإعلام الرياضي وفي تاريخ الكرة المصرية: طرد أحمد شوبير خارج أسوار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووقف برنامج أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورت وفي إذاعة أون تايم سبورت. رسميا لن نشاهد مرة أخرى الكابتن أحمد شوبير على الإعلام الرياضي. أهم خبر وأسعد خبر تلقاه الآلاف بل الملايين من الشعب المصري بأفراح. جمهور الأهلي فرحان، جمهور الزمالك فرحان، جميع أطراف الكرة المصرية من جماهير ومدربين ولاعبين فرحانين بنهاية حقبة الاستبداد. 28 سنة من الظلم، 28 سنة من تسخير الهواء من أجل المصالح الشخصية، 28 سنة من الدفاع عن النادي الواحد، 28 سنة من الهجوم على النادي الآخر المنافس، 28 سنة من تزييف الحقائق، 28 سنة من التصفية وتخليص الحسابات والمصالح الشخصية على الهواء المملوك للمصريين والمملوك للشعب المصري. الشركة المتحدة المحترمة للخدمات الإعلامية بتستجيب لصوت الحق وصوت المنطق وصوت القانون، وتقصي أحمد شوبير خارج أسوار أون تايم سبورت. استجابة وفرحة عارمة، ولكن ده أول خطوة وأول طريق في حق أحمد رفعت وفي طريق الحصول على حق أحمد رفعت. النهاردة ببلغ حضراتكم بأن لجنة الشباب والرياضة المشكلة من قبل الدكتور أشرف صبحي انتهت من تقريرها، وتمت إحالة التقرير إلى النيابة العامة من أجل التحقيق في الموضوع برمته ومحاسبة المخطئين. الكل هيتحاسب. احنا في دولة قانون. انتصار وأفراح للشعب المصري بغياب أحمد شوبير عن الوسط الرياضي والإعلامي. واحد هيقول لي هو أحمد شوبير ليه دور في قصة أحمد رفعت؟ أقول لك انتظر تحقيقات النيابة العامة اللي هتبين واللي هتوضح واللي هتكشف. باي باي الكابتن أحمد شوبير. اللهم لا شماتة، أنا لا أشمت، ولكن بقول وجهة نظري. انتهت حقبة مذيع بالليل ومذيع الصبح وآخر النهار، ولو كل واحد فتح الحمام هيطلع له برنامج الكابتن أحمد شوبير. يا ريت ندي فرصة لكل الإعلاميين الموهوبين. أخيرا باي باي أحمد شوبير. 28 سنة من الاستبداد الإعلامي، النهاردة بتنتهي حقبة أحمد شوبير. 1000 مليار مبروك لكل جماهير الكرة المصرية.